شوف اكو ناس ما اعرف ايش اوصفهم، بس ذولا وصل غرورهم لمرحلة عماهم، قاموا يأذون اللي يحبوهم ويعتقدون انه هم مدى يأذوهم. انا اقول لا تعتمد على مسامحة الآخر لك بقدر ما تعتمد على أخلاقك وإحسانك. الله، مرات أنت تعتمد المقابل يسامحني، لا 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 لا، يجي يوم يقول لك المقابل في أمان الله، سامحتك مرة، 2 3 4 وانت بعدك دا تغلط بي ودا تتجاوز علي، أنت لست أهلا للمسامحة. هاي وين إنه يظل يحمل لك إحسانك ويجازيك بدل الإحسان إحسانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟